بيبدأ الفيلم في مدينة شيكاغو مع شخص اسمه ماركوس، وهو بيكون موجود في حانة وبيكون مركز مع عصابة قريبة منه في نفس المكان، وبيطلب من الويتر مشروب معين. لكن رجالة العصابة بيقوموا يروحوا الحمام، فماركوس بيروح وراهم بكل هدوء وبيحاول ما يلفتش نظر حد من الموجودين، وبيدخل الحمام وبيتخانق مع واحد من رجالة العصابة وبيموته، وبيدخل له من تحت الباب لرئيس العصابة علشان يشوفه، وبيفتح الباب عليه وبعدها بيصوبوا عليه المسدس وبيضربه برصاصة في راسه اللي بيموت على الفور، وبيسيب المكان وبيمشي، وبيتصل بالشخص اللي مكلفه بقتل العصابة دي، وبيعرف انه خلص عليهم كلهم بطريقته المثالية المعتادة واللي بينفذها في اي عملية من عملياته. وبيكلفوا الشخص ده بعملية تاني يوم عند قطر الفحم، وبيكون ماركوس عاوز يرفض بسبب ان عيد جوازه بكرة، لكنه ما بيقدرش يلغي المهمة. وتاني يوم بتظهر مرات ماركوس وهي بتجهز الاكل لبنتهم، وبيجي ماركوس يهزر معاها وكمان بيتغزل فيها، وبيبان انهم اسرة سعيدة جدا وان علاقتهم كويسة جدا مع بعض، وبتحاول تجس نبضه وتشوفه هو فاكر عيد جوازهم ولا لا. فبيمثل ماركوس عليها في الاول انه ناسي، لكن بعدها بيطلع لها تذكرتين لمكان مشهور هيسهروا فيه بالليل، وبيعرفها انه محضر لها مفاجأة. وبالليل بتيجي رسالة لكارلا من ماركوس وبيطلب منها تجهز علشان هيتقابلوا في مكان معين، وبتجهز كارلا فعلا وبتروح للمكان اللي هيسهروا فيه، وبتشوف ماركوس دخل المكان لكنه بيتجه لطريق تاني فيه ومش بيروح لها، فبتقوم وبتنادى عليه ولكنه مش بيكون سامعها، فبتمشي وراه لكن كل واحد منهم بيكون ماشي في طريق غير التاني. وفي الوقت ده بيكون في 3 أشخاص قاعدين في أوضة سرية ومعاهم شريحة إلكترونية، وبتكون الشريحة دي أساس الذكاء الاصطناعي وبتقدر تجمع معلومات ل10 مليون كمبيوتر، وبيكونوا فرحانين بيها وعاوزين يبيعوها للصين والعرب والروس. وفجأة بيدخل عليهم الحارس اللي واقف على الباب وبيكون خايف جدا ومتوتر وما بيتكلمش ولا كلمة، وبيطلع ماركوس من وراه مرة واحدة وبيضرب نار عليهم كلهم، وبتدور معركة شرسة ما بينهم، وبيقدر ماركوس انه يتغلب عليهم كلهم، وبيظهر لينا انه شخص قوي جدا. وفجأة بيسمع صوت كارلا مراته ورا الباب وهي بتكون بتنادى عليه، وأول ما بيفتح بيلاقيها مقتولة، فبينهار من العياط وبيحزن عليها جدا. وبعد سنة بيقوم ماركوس من النوم وبينزل علشان يروح شغله، وبتوقفه السيدة إتكنز أم كارلا مراته واللي بتكون اتنقلت ليهم بعد وفاة كارلا، وده علشان تربي حفيدتها كيمبرلي، وبتطلب منه يبدأ حياة جديدة وينسى اللي فات علشان خاطر بنته. وبيكون ماركوس موجود في مخبأه السري واللي بيشتغل فيه، وبيجيله ظرف من تحت الباب وبيكون جواه فلاشة، ولما بيفتحها بيلاقي فيديو الواحد بيعرض عليه يقتل أشهر قاتل متسلسل، وده مقابل 10 مليون دولار، وإن لو وافق يعرفهم علشان يبعتوا له مصاريف سفره لطوكيو. لكن ماركوس ما بيهتمش بالأمر وبيرمي الفلاشة في الزبالة بعدها. وتاني يوم بيحتفل بعيد ميلاد بنته مع جدتها، ولما بيطلب منها تتمنى أمنية بتتمنى إن أبوها يبقى سعيد. وبيكون ماركوس موجود في مخبأه وبيحقق في قتل كارلا مراته، وبيكون عاوز يعرف مين اللي موتها، وفجأة الباب بيخبط، فبياخد ماركوس سلاحه وبيروح يشوف مين، فبيلاقي نفس الراجل اللي طلب منه يقتل القاتل المتسلسل واللي بيكون اسمه كورازا. وكورازا بيسأل ماركوس لو كان يعرف يرغي دراكوس، فبيرد عليه ماركوس وبيقول له ان مفيش حد ما يعرفوش، وانه كان عميل مخابرات يوناني سابق وقتل ناس كتيره جدا اكتر من الطاعون. ولما بيطلب منه انه يقتله ماركوس بيرفض وبيقول له انه ساب الشغل ده ومش عاوز يرجع له تاني، وان هدفه الاساسي دلوقتي انه عاوز يجيب حق مراته كارلا وانه يعيش مع بنته في سلام وامان. لكن كورازا بيغريه بالفلوس اللي هتعيشه هو وبنته في افضل حال، وبيسيب له الكارت بتاعه وبيقول له لما توصل لقرار يعرفه. وبيجيله بعدها اتصال من المستشفى وبتكون كيمبرلي بنته مريضة قلب، وبيبلغوا الدكتور ان حالتها بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، فبيتصل ماركوس بالراجل وبيعرفه انه موافق، وبيقعد مع روبرت صديقه من منظمة الفابت كلوب واللي كان بيشتغل فيها في الاول، وبيعرفه انه مهمته الجديدة انه هيموت يورغ دراكوس. فبيتفاجئ صديقه جدا وبيقول له ان مفيش حد يعرف مكان يورغ ولا حتى شافه قبل كده، وبيسأله عن السبب اللي خلاه يوافق بالرغم انه ساب الشغل ده. فبيقول لماركوس ان كيمبرلي بنته مريضه ومحتاجه عمليه زرع قلب وان الفلوس اللي معاه ما تقضيش، فبيعرض عليه صديقه انه يساعده لكن ما يدخلش نفسه في المغامره دي. لكن ماركوس بيرفض وبيطلب من صديقه يجيب له كل المعلومات اللي هيحتاجها عن يورغ دراكوس لانه ما عندهوش تصريح امني يخليه يعمل كده، وده بعد ما ساب الشغل. وبعد فتره بيسافر ماركوس طوكيو وبيستقبله هناك كورازا، وبيشكر ماركوس على موافقته وبيعرف ماركوس ان دي اخر عمليه هيعملها، وبتاخده اويانو مساعده كورازا. ولما بيطلع فوق بيلاقي عدد كبير جدا من أشهر القتلة في العالم واللي بيكونوا شغالين مع وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات والمخابرات المركزية البريطانية، وفي منهم اللي اشتغل مع الإرهاب، لكن كل واحد منهم بيكون فاكر إن هو اللي هيقوم بالعملية لوحده. وبتبدأ خناقة ما بينهم وبيطلب كرازة منهم يهدوا علشان مديره هيتواصل معاهم، وبيكلمهم مديره عن طريق الشاشة وبيبدأ يقول بيانات كل واحد فيهم، وبيعرفهم إنهم لازم يتناقشوا الأول علشان يشوفوا مين فيهم عنده القدرة على قتل دراكوس.
وبيتضايق واحد من الفريق انهم كذبوا عليه وفهموه انه هو بس اللي هيقوم بالمهمة دي وما بيوافقش على المنافسة وبيطلب انه ينسحب، لكن كورازا بيقول انه مش هيلحق. في نفس الوقت بيتصاب برصاصة في دماغه واللي بتموته في وقتها، وبيفهم باقي الفريق مدى صعوبة وضغط المهمة اللي هم فيها. وبيقول ماركوس انهم حتى ما يعرفوش مواصفات دراكوس علشان يقتلوه، فبيخمن واحد من باقي الفريق ان اللي بيكلمه هو دراكوس، فبيأكد له ان تخمينه صح. وبيتفاجئ كل الموجودين من كلامه وبيستغربوا ازاي بيطلب منهم انهم يموتوه. فبيقول له ان هو ملك القتلة وجرب حاجات كتيرة جدا، لكنه ما جربش يقتل زمايله القتلة وعاوز يخوض التجربة دي ويستمتع بيها. وبيسمح لهم يرتاحوا في اوضهم وياكلوا، وبيديهم كرازة بطاقات علشان يقدروا يتحركوا براحتهم. وبيبلغهم دراكوس انهم قدامهم 24 ساعة ولو ما عرفوش يموتوه هو هيموتهم. وبيدخل ماركوس اوضته وبيبدأ انه يستكشفها وبيلاقي فيها شاشة مراقبة، لكنها بتكون زي الشباك بالظبط ومش اي حد بياخد باله منها. وبتدخل آشا البنت الوحيدة في الفريق عليه، وبنفهم انهم يعرفوا بعض وكان في عداوة ما بينهم قبل كده، لكنهم بيفضلوا انهم ينسوا اي حاجة كانت ما بينهم. وبتسأله عن المعلومات اللي يعرفها عن دراكوس، لكنه بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة غير ان المكان اللي هم فيه بتاعه هو. وبيوريها شاشة المراقبة اللي اكتشفها في اوضته. وبيتجمعوا بعدها على الغداء، وبتيجي مكالمة لماركوس من بنته، فبيستأذن أعضاء الفريق وبيطلع يكلمها بره. وآشا بتكون قاعدة وراه وسامعة المكالمة من أولها. وبعد ما بيطمن ماركوس على بنته بيقول لآشا إنه عارف إنها موجودة، وبتقرب منه بكل هدوء وبيكون معاها سكينة وبتحاول تموته، وده لأنها عايزة عددهم يقل وفرصة فوزها تزيد. وبتبدأ ما بينهم معركة شرسة جدا وبتظهر فيها قوة آشا وماركوس في القتال. وبالرغم من إن ماركوس ما كانش مستعد للقتال معاها، لكنه بيفوز عليها وبيخنقها لحد ما بتكون قربت تموت، وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبيرجع أعضاء الفريق للأوض بتاعتهم وبيستعد كل واحد منهم بطريقته للمعركة اللي هيخوضوها. وتاني يوم بيقدم لهم كرازة كل المعدات اللي هيحتاجوها من أسلحة وسكاكين وسيوف، وبيقدم لهم كيس فيه عملات معدنية وبيطلب منهم يختاروا منه عملة. وبيجي الدور على واحد فيهم وبيكون متحمس جدا للقتال مع دراكوس واللي بيكون مستعد ومستنيه في الوقت ده. وبيشوف أعضاء الفريق كل اللي بيحصل عن طريق الشاشة اللي ما بينهم. وبيكون المكان اللي دراكوس هيقتلهم فيه شبه اللغز بالظبط، وبيكون ناصب ليهم فخ ومحدش يقدر يعرف المكان ولا يتحرك فيه بذكاء غيره هو بس. وبيبدأ دراكوس يشتت انتباهه وبيظهر ويختفي كل شوية، وبتبدأ المعركة ما بينهم. وبيكون دراكوس بيقاتل بذكاء واحترافية شديدة بعكس الشخص اللي بيتنافس معاه واللي بيفضل يضرب نار في كل مكان، وده من غير ما يكون عارف مكان دراكوس. وفجأة بيظهر دراكوس من وراه وبيقطع رقبته بالسكينة وبيختفي تاني. وبيظهر على أعضاء الفريق الإحباط، وده لما بيشوفوا اللي بيحصل والفخ اللي بيكون دراكوس نصبه ليهم. وبيعرض عليهم ماركوس إنهم يتحدوا مع بعض علشان يقدروا يقاتلوا دراكوس، لأنهم بالطريقة دي كلهم هيموتوا، وده لأنهم مش حافظين المكان اللي بيقاتل فيه زيه، وإنهم لما يكسبوا يقسموا الجايزة ما بينهم هم الخمسة. وبيوافقوا كلهم على عكس ريك اللي بيرفض الفكرة، فبيعرض عليه ماركوس إنه يروح يقاتل دراكوس لوحده، ولكنه بيرفض. وبيكلموا دراكوس وبيعرض عليه فكرتهم، وإنه لو شايف فعلا إنه ملك القتلة ما كانش هينصب ليهم المكان ده، وإنه لما يفوز عليهم بالطريقة دي مش هتظهر مهاراته في القتال. فبيوافق دراكوس، لكن على إنه يقاتل 4 بس فيهم مش 5. وأول ما ريك وماركوس بيسمعوا كلامه بيهجم على ماركوس وبيضربوا ضربة عنيفة، لكن آشا بتطلب منهم يوقفوا اللي بيعملوه، وبتعرفهم إن كورد الأكبر سنا في الفريق راح لماركوس، فبيهدوا بيقعدوا يراقبوا اللي بيحصل. وبتدور المعركة بين كورد ودراكوس، وبيظهر إن كورد هيغلب دراكوس، وده بسبب طريقته والمهارة اللي بيقاتل بيها. وكورد بيخنق دراكوس وبيبقى قرب يموته، لكن فجأة بيطلع دراكوس سكينة من جيبه وبيطعن بيها كورد عدة طعنات في جميع أنحاء جسمه، وبعد كده بيموت. وبيستعد بقى الفريق لمقاتلة دراكوس، وبيتفقوا هما في الأسانسير إنهم ما يتفرقوش عن بعض، لكن ريك مش بيكون مهتم بكلامهم. وأول ما الأسانسير بيفتح في قنبلة بتنفجر وبتجبرهم يتفرقوا عن بعض، وكل واحد منهم بيمشي في طريق مختلف علشان يدوروا على دراكوس. وبيظهر دراكوس لآشا أول واحدة وبيبدأ القتال ما بينهم، وبيمسك دراكوس حبل وبيخنق آشا بيه، لكن آشا بتقدر تحرر نفسها منه وبتقلع القناع اللي هو لابسه. وبيضربها دراكوس ضربة عنيفة جدا وبيرميها من على السلم وبتموت. وبيروح ماركوس يدور على آشا علشان ينقذها، لكنه مش بيلحقها، ولما بيوصل بيلاقيها ماتت فبيحزن عليها جدا. وفي الوقت ده بيكون دراكوس ظهر لرين، وبنعرف ان دراكوس قتل ابو رين زمان وان في عداوه ما بينهم، وان رين عايز ينتقم منه. وبيعرفوا انه ذكي جدا ومش زي بقى اعضاء الفريق، وبيضربوا دراكوس في رجله لحد ما بيقع على الارض، وبعدها بيقطع رقبته بالسيف. وبيروح ماركوس علشان يدور على رين، لكن ريك بيهجم عليه وبيضربه جامد وبيخنقه لحد ما بيكون خلاص هيموته، لكن بيفتكر بنته ومراته وبيستجمع قوته من تاني وبيقدر انه يموته. وبيوصل بعدها ماركوس لرين، لكن بعد فوات الاوان، وبيكون دراكوس اختفى.
وبيتقابل ماركوس مع دراكوس وبيطلب منه يستمتع بآخر لحظاته في الحياة، وبتبدأ بعدها المعركة ما بينهم. وبيضرب دراكوس النار على ماركوس، واللي ما بيكونش معاه أسلحة فبيجري يستخبى في أي مكان، واللي من حسن حظه بيطلع مخزن أسلحة وبياخد منه مسدسين وبيضرب نار على دراكوس، وبيقرب منه وبيكون خلاص قرب يموته. لكن دراكوس بيقطع الكهرباء مرة واحدة وبيشغل تسجيل ليه وهو بيكلمه عن مراته، وإن لو كان عرفها حقيقة شغله كان زمانها عايشة. وأول ما الكهرباء بتيجي بيطعن دراكوس ماركوس بالسكينة عدة طعنات في كتفه وفي بطنه، وبيمسك دراكوس السكينة وبيقرب منه ماركوس وبيوجهها ناحية دراكوس، وبيكون دراكوس على وشك الموت. لكن بيظهر كراسة ورجالته من ورا وبيعلنوا فوز ماركوس، وبيقدموا له علبة فيها بطاقات هتوصله لحساب مصرفي موجود في جزر الكيمان. وبيقول دراكوس إن في مجموعة دولية من القتلة هدفهم إنشاء نظام دولي جديد، وإن عاوز شريك يساعده في القضاء عليهم. لكن ماركوس بيرفض ده وبيقول له إنه عاوز يعيش حياته جنب بنته. وبعد 6 شهور بيظهر ماركوس وبنته في مطعم وبيكونوا بياكلوا بيتزا، وبيوصل لماركوس فيديو فيه مراته وهي بتتقتل، وبيجيله دراكوس وبيعرفه إن روبرت صديقه هو اللي قتلها وإنه شغال مع المجموعة الدولية، وإنهم هكروا تليفونه وبعتوا له رسالة وطلبوا منها تروح المطعم ده يومها. ولحد هنا بيخلص الفيلم، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.